هذه الصواريخ باتت هي مشهد الرعب الذي يقض مضاجع السعوديين في إطار الرد المشروع على العدوان على اليمن. القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع قاهر واحد استهدف معسكر الحرس الوطني في مدينة نجران جنوبي المملكة. وهنا صاروخ باليستي آخر يتحضر، وما هي إلا لحظات حتى ينطلق على هدفه، وهو معسكر رجلاء السعودي في نفس المدينة. مصدر عسكري أكد أن الصاروخين أصاب الأهداف بدقة عالية وكبدا العدو خسائر كبيرة. وفي مأرب وسط اليمن قتل عدد كبير من مرتزقة العدوان، بينهم القيادي المدعو عبد السعيد الشعوري، خلال عملية نوعية للقوات المشتركة في منطقة وادي الربيع في جبهة صرواح. وفي الشبوة جنوب شرق البلاد صدت القوات اليمنية محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه مديرية عسيلان، وهو ما أدى إلى تدمير آلية عسكرية ومقتل طاقمها. الغارات السعودية تواصل حتكها بالجسد اليمني، فقد استشهد عدد من المدنيين في غارتين على مزرعة بمديرية باقم بمحافظة صعدة. الطيران السعودي شن أكثر من 16 غارة جوية استهدفت باقي محافظات البلاد. ففي حج شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية عبس. وفي العاصمة صنعاء استهدف العدوان قاعدة الديلمي الجوية ومنطقة براش بغارتين، ومنطقة الحفاء ب3 غارات، ومنطقتي نقم والنهدين بغارتين أيضا. وفي تعز شنت السعودية غارة على منطقة الزاهر بمديرية المخاء، وغارتين على منطقة الحوبان في ضواحي مدينة تعز. وفي الحديدة استهدف طيران العدوان القاعدة البحرية في منطقة الكثيب ب3 غارات.